نفسك تبدأ يوتيوب صح، ويبقى عندك قناة خاصة بيك وتقدر تربح منها، وفي نفس الوقت مش عايز تظهر بوشك، عايز تعمل كونتاكت من غير ما تظهر بوشك، يبقى الفيديو ده ليك وانت محظوظ ان الفيديو ده طلع لك. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. في الفيديو ده هقولك على كذا فكرة تقدر تعملها من غير ما تظهر بوشك، وكمان ارباحها كويسة جدا من يوتيوب. ولو عايزين تعرفوا ايه الشروط علشان تربحوا من اليوتيوب هسيب لكم لينك الفيديو تحت في الوصف، ما تنسوش تتفرجوا عليه. يلا نبدأ في الافكار اللي انا عاملاها لكم. عامله لكم لسته كبيره جدا يا جماعه من الافكار وهتعجبكم باذن الله، وبعد ما تشوفوا الفيديو ده هتقوموا تعملوها فورا. وما تنساش تكتب لنا في التعليقات ايه الفكره اللي انت ناوي تعملها. اول فكره معانا وهي وصفات الطبخ. وصفات الطبخ يا جماعه محققه مشاهدات عاليه جدا على يوتيوب والمنصات التانية كمان، وزي ما احنا شايفين في صانعين محتوى كتير جدا بيعملوا وصفات الطبخ دي من غير ما يبينوا وشهم، ومحققه مشاهدات عاليه جدا يا جماعه وعلى اقبال جدا في مصر او بره مصر. تاني فكرة معايا وهي فيديوهات تعليمية. ايوه زي ما سمعت كده، فيديوهات تعليمية. مش لازم عشان ان انت تشرح حاجة للطلاب بتوعك ان انت تجيب كاميرا وتجيب معدات غالية جدا وتبين وشك، لا انت ممكن تجيب الكتاب قدامك وتبدأ ان انت تشرح شرح جميل ومبسط وعليها اقبال جدا يا جماعة. عايز اقول لكم ان فيديوهات التعليمية دي او فيديوهات الشرح للطلاب دي عليها مشاهدات بصوا عالية جدا عالية جدا، خصوصا لو انت يعني ايه لسه متخرج من الكلية بتاعتك وعايز ان انت تبدأ شرح، لسه في اول طريقك وعايز تتشهر. انت ممكن ان انت تجيب الموبايل بتاعك كده والكتاب اللي انت تشرح فيه وتبتدي ان انت تشرح وعليها اقبال عالي جدا. طيب تالت فكرة معانا وهي الفلوجات او تصوير يومياتك من غير ما تبين وشك. في فيديوهات دلوقتي يا جماعة منتشرة على السوشيال ميديا بطريقة غريبة، ان البنت او الولد ده يعملوا الفلوج بتاعهم او الروتين بتاعهم طول اليوم من غير ما يبينوا وشهم. وده يا جماعة عايزة اقول لكم بتدي طاقة عالية جدا وفيها مشاهدات ما اقولكوش خطيرة بجد، وبالذات لو انت شخص محفز او بتدي انرجي للي قدامك. ده حاجة كويسة جدا لان هما بيستعملوا الحتة دي عندهم في الفيديوهات، بتخلي فيه طاقة كده في الفيديو، يخلي اللي قدامك عايز ان هو ايه يتفرج عليك اكتر ويتابعك اكتر ويشوف فيديوهاتك باستمرار. عايزة اقول لكم ان الفلوجات دي حاجة بجد انا ذات نفسي بتفرج عليها كتير جدا. طيب رابع فكرة معانا وهي ان انت تحكي قصص، اذا كانت القصص دي واقعية بالفعل او قصص خيالية او قصص انت اللي مختارها، اي حاجة الناس بتحب ان هي تسمع القصص دي، وخصوصا الاطفال او المراهقين بيحبوا يسمعوا القصص دي، بالذات كمان لو احنا في الوقت ده بتاع الاجازة بقى يجيبوا الفشار بتاعهم ويقعدوا قدام القصص بتاعتك دي، بجد عليها اقبال شديد. انا جايبه لكم يا جماعه الليسته مليانه اقبالات بجد، كل اللي انا كاتبه لكم ده كل الناس بتحبه وبتتفرج عليه. خامس حاجه معايا هي شبيهه للي قبلها شويه، هو ان انت تلخص فيلم او مسلسل. زي ما احنا شايفين يا جماعه في قنوات كتير جدا على اليوتيوب عامله النوع المحتوى اللي انا بقول لكم عليه ده ومحققه ارباح ومشاهدات عاليه جدا ما اقولكوش بجد، وبالذات احنا في الاجازه زي دلوقتي كده الناس كلها بتحب تسمع قصص وافلام او مسلسلات. سادس حاجه معانا هو لو انت عندك موهبه زي الرسم او الكتابة، تقدر ان انت تفتح الكاميرا بتاعتك او كاميرا الموبايل بتاعتك وهتبتدي ان انت ترسم او تعلم الناس الرسم، ده عليه اقبال جدا، وكمان ان انت تخلي الناس يتعلموا حاجة جديدة. سابع حاجة معانا وهي ان انت تقدم محتوى بتاع بودكاست. جماعة الفيديوهات بتاعت البودكاست دي بصوا لو فتحتوا يوتيوب دلوقتي وعملتوا عليها سيرش هتلاقوها جايبة مشاهدات حلوة قوي بجد، فيديوهات تحفة ومنها الناس بتستفيد، او ممكن تتكلم على الحاجات مثلا ازاي تنجح في حياتك. كل الفيديوهات اللي بتدي انرجي وطاقة للشخص اللي قدامك دي تحت مسمى البودكاست عليها اقبال حلو قوي وبجد. تامن حاجة معايا هو ان انت تقدم محتوى بتاع معلومات عامة، معلومات مش عارفة في دولة ايه، الحاجات دي كلها يا جماعة عليها اقبال حلو برضو، والناس بتحب تتفرج والناس بتحب تكتسب معلومات جديدة. فانت ممكن ان انت تقدم المحتوى ده بصوا عليها اقبال حلو قوي بجد، وتقدر ان انت تعمله بكل سهولة ومش مكلفة ولا بتحتاج ان انت تجيب كاميرات بقى ومعدات واضاءة ولا حاجات ولا اي حاجة من دي. تاسع حاجة معايا وهي قصص حقيقية وغامضة.
في ناس بتحب او بتنجذب للنوع من الفيديوهات دي بطريقة غريبة بجد، مثلا فيديوهات الرعب، فيديوهات ده حصل في المنطقة دي حاجة كذا، وبيحبوا الفيديوهات دي جدا بجد. معظم الناس هم كده بينجذبوا للفيديوهات دي، وعليها برضو مشاهدات عالية جدا بالملايين بجد. عاشر حاجة معايا، لو انت بتحب تقرأ كتب ممكن ان انت تقول لهم ملخص الكتاب ده، ملخص الرواية دي، ملخص القصة دي. في ناس بتمل من قراءة الكتب فما قدامهاش غير الحل الوحيد تفتح يوتيوب تعمل سيرش عن ملخص الكتاب ده، فهتستفاد عليها انجذاب وعليها اقبال جدا النوع من الفيديوهات. طيب الفكرة ال11 معايا وهي ترتيب وتنظيف. في ناس بيرتبوا الأوضة بتاعتهم، بيرتبوا البيت، بيرتبوا أي حاجة أو بينظفوها. نوع من الفيديوهات دي يعني معظم الناس بتحبه جدا وبتحسوا ان هو راحة نفسية وعليه اقبال حلو قوي. الفكرة ال12 معايا هو ان انت تشرح حاجة في الموبايل، تشرح حاجة في الكمبيوتر. الحاجات دي برضو الناس مش بتعرف تعملها، فما قدامهاش غير حل واحد، ان هي تفتح يوتيوب وتعمل سيرش عن حل المشكلة دي او ازاي اعمل الحاجة دي، فعليها اقبال عالي جدا. الفكرة ال13 معايا وهي اخر فكرة النهاردة، هي العاب على الموبايل او الكمبيوتر. في ناس بتحب ان هي تشوف المحتوى بتاع الجيمنج ده او بتاع الالعاب ده، وان انت تشرح اللعبة دي او مش عارفة ايه. انا ماليش يعني قوي في الموضوع ده، بس حسب خبرتي ومن اللي انا بشوفه ان الفيديوهات دي عليها اقبال عالي قوي قوي وعليها مشاهدات بالملايين حرفيا، بالذات الشباب بتحب الموضوع ده جدا. لو انت استفدت من الفيديو ما تنساش تكتب في التعليقات تحت وهتقول لنا هتعمل فكرة ايه، واستنوا الفيديو الجاي.